يا مساء الخير ومساء العافية ومساء السرور عليكم حبايبي. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا رب كلكم بخير وبصحة وعافية وراحة البال إن شاء الله. واليوم حبيت أشارككم هذا الفيديو ومشترياتي الشهر محرم. طبعا أول شي تعالوا خلينا نشوف هاي الكاسات. طبعا الكاسات هاي تجنن، هن صغار أخذتهم الصينية القاسم، وتنفع يعني تقدمين بيها كرزات وهذا الماعون مالتها. طبعا سبحان الله هنا بنات أنا أخذت الكاسات بصفحة، ولهناك شفت هاي المواعين عجبتني هم أخذتها. هنا انتبهت عليها نفس النقشة، يا سبحان الله. شوفوا يعني والله العظيم بنات أنا ما كنت مخططة يعني أخذهم نفس النقشة أو مثلا إلا نفس الشي. ورا وين يلا أخذت هاي المواعين، يعني ردت أطلع من المجمع ورجعت مرت اللخ شفت هاي المواعين عجبتني. طبعا هاي قلت أخذهم مثل ما قلت لكم أخلي بيها هاي الشغلات الموجودة بصينية القاسم إذا الله خلانا طيبين الشهر محرم. وهذه المشترياتي صينية القاسم إن شاء الله يا ربي ينطي مرادي ومرادكم بحق لا إله إلا الله. هنا بنات شوفوا شنو اللي أخذت. هذا أخذته هم أنظف بيه تنظيف، هذا باور يعني هوا. أخذته دائما ورا التلفزيون، يعني شاشة مال التلفزيون ما نقدر يعني ننظفها، فأنا إيش أسوي بنات أشغل هذا الهواء وكل الأتربة وهاي الخيوط مال العنكبوت أو الحشرات كلها تطير كلها تطلع، فكل شي يفيد هذا بنات. وأخذته هماتين دائما إحنا نشوي على الفحم، فهذا هم يفيد يعني أشعل بيه الفحم. واللي عنده واحد يشرب نرجيلة هم يفيده للفحم، ما يصرف هواية غاز أو على الهيتر الكهربائي. هذا مجرد أن شغلين الهواء وبسرعة يشتغل الفحم. فهنا شوفوا بنات البطارية مالته هو على الشحن، يعني تشحنيه وتستعمليه، وإحنا دائما سفرات وكذا فيفيدنا يعني ينفع. هنا بنات هذا القوري، طبعا القوري هذا أنا ما اشتريته، هذا جارتي العام سويت مجلس ببيتي وعزمتها على المجلس. كانت عندها خطار فإجت وياها فطلبت مراد من المجلس مالتنا، وما شاء الله نطاها مراتها. وهنا جابت لي القوري، قالت هذا القوري هدية للمجلس مال أبو عبد الله، إذا سويتي سوي بيه شاي. وطبعا أكيد هو يبقى رسم هذا. وسبحان الله بنات يعني مو أنا اللي أقول، دائما المجلس مالتي اللي يجون البنات ويطلبون مراد سبحان الله ببركة هذا المجلس وأكيد ببركة رب العالمين الله ينطيهم مرادهم. العام كانت صديقتي طالبة مراد البنتها بس تنجح، الحمد لله نجحت وجابت أقلام وزعت للبنات اللي بالمجلس، يعني الطلاب اللي أخذتها مثلا لأولادها، اللي مثلا عندها مثل أحد ببيتهم طالب تاخذ له. فحتى البنات اللي عندهم مثل زوجهم عنده محل أخذته للدفتر مال الديون، أخذت القلم. فالحمد لله والشكر، دائما الإنسان على نيته رب العالمين ينطيه. شوفوا هنا بنات الصواني اللي أخذتهن ذني يجننن بنات، ذهبيات وكلش حلوات يعني. بس شنو بنات كان سعرهم يعني مناسب. أخذتهم طبعا من جارتي هذا، قلت لها ليش دا تبيعيهم؟ قالت لأن محتاجة. بصراحة أنا حز على قلبي قلت لا خطية ما أشتريهن، لأن هي محتاجة ودا تبيعهن احتمال نفسها بي. فقلت لها ما أقدر أشتريهن بصراحة. فقالت لا والله يعني بالعافية عليك أخذيهن، حرامات يعني يرحن الغيرك. وسعرهن كان كلش مناسب. ليش بنات مناسب؟ لأن عندها هاي الصينية الصغيرة كانت الصبغ مالتها واقع، فيعني بيها مثل الزنجار هيك يعني واقع ما مبين. وأخذتهم، وصواني الاثنين الباقيات لا والله نظيفات وكلش يعني يلمعن وحلوات. قالت أنا هاي الصينية الصغيرة مرة من المرات وهي مبللة ضميتها، فصار يعني اللي صار. الحمد لله والشكر. إن شاء الله يا ربي الله ما يخلي أحد محتاج، والله إن شاء الله يوفي دين كل مطلوب بحق محمد وآل محمد.
وهذه بنات مشترياتي اللي حبيت تشوفوها وتشاركوني بيها، وإن شاء الله بعد أشوف شنو اللي أحتاجه هم راح أشتري. وهسه بنات تعالوا خلينا نسوي الغداء. اليوم الغداء شنو بنات؟ اليوم راح أسوي كبسة دجاج. طبعا كبسة سريعة لأن جيت متأخرة، رحت للسوق ورجعت متأخرة للبيت، فبعدني ما مسوية غداء. هنا شو أسوي المهم قلت خل أسوي كبسة على السريع. فهنا ثرمت بصل وفلفل الأخضر، وخليت نومي بصرة وعود من الدارسين وهيل وورق الغار. هاي بنات كلها راح أحمسها مجرد أنه يذبل البصل عندي. وراها راح أضيف البهارات اللي يعجبكم. إذا عندك بهارات الكبسة يصير بعد أطيب، ما عندك بهارات الكبسة ضيفي 7 بهار، فلفل أسود، كزبرة، اللي عندك لا تتقيدين بالبهارات. وهنا حمست البهارات كل الزين، وبعدين ضفت مكعبات من الطماطة بنات ضروري بالكبسة، ينطيها طعم يجنن ولون ينطي للتمن هم كلش يعني حلو. هنا ورا ما ذبلت المكونات ضفت الدجاج. هنا عندي كم قطعة من الدجاج خليته. طبعا هاي بنات صدر الدجاج اني اشرحه من العظم مالته، استعمله غير استعمال لان عائلتي يعني ما ياكلون صدر الدجاج لا بالمرقة ولا بالتمن، فاسوي مرات كباب، مرات اسوي مرقة مال صدر ياكلوه، لأن أسوي مكعبات كلش ناعمة. إن شاء الله أنزلها لكم الطريقة. وضفت المي، وهنايا مثل ما تشوفون انسلق عندي الدجاج بالكامل، وبلشت أصفيه لأن راح أطبخ التمن بالسوق مالته. هنا بنات ورا ما طلعت الدجاج من السوب، إذا تحبون تصفون السوب مال الدجاج وتطبخون التمن بيه بكيفكم. طبعا أنا ما صفيته، خليته مباشرة التمن أنا كنت منقعته. وهنا ضفت التمن. أشوف المي بنات مجرد أني غطي التمن، لأن هذا التمن راح أطبخه يعني تطبيق مو تصفى، فمجرد أني غطي التمن واكتفي بعد يعني ما ارفعه من المي، واذا اشوفه يحتاج اضيف له مي. وهاي كبستنا صارت جاهزة. طبعا الدجاج لا قليته ولا خليته بالفرن لان لونه كان كلش حلو، بس الكهرباء طافية وظلمت اللون مالت الدجاج مالتنا. هنا بنات ورا ما كملت الغداء كنت جايبة بامية. قبل كم يوم جبت بامية وخليتها بالثاني يوم يلا نظفتها، لقيتها نصها يعني مقطنة وممرودة. فهالمرة من رحت وجبت البامية مباشرة، قلت بس أكمل غدا رأسا راح أنظفها وأفرزها. طبعا أنا ما أجيب كميات هواية بامية وأفرز لأن أتعب وبس أني فتصير مملة. فكل ما أروح للسوق أو مثلا يفوتوا بالسيارة منا أشتري قد كيلو، كيلوين، والله مرات يعني أكثر الأوقات أجيب كيلو، حتى كيلوين أحسها هواية. وأفرزها يعني أنظفها وأفرزها مثل أيام قبل، مثل أمهاتنا وأهلنا قبل، أكثر هسه الناس يفرزوها بهالشكل هذا. والتفريز حتى بالبامية يعني تغير، يعني هواية أنواع يفرزون البامية، أكو يخلوها يعني هيك مباشرة بالفريز، وأكو يبسوها. وطبعا كل واحد وحسب رغبته وحسب الشيء اللي هو يرغب له. وهنايا مثل ما تشوفون سلقتها يعني تقريبا نص سلقة، وخليتها بأكياس وراح أضمها بالفريز.